السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد وفيديو ان شاء الله مختلف. عارفين مختلف يعني. المهم الفيديو ده بقى كنا لسه في الايام بتاعه العيد والاجواء بتاعه العيد والحاجات دي. طبعا الولاد بقى صمموا الافكار الجهنميه ديت، ما بتطلعش غير من الباشا عدي. هو اللي بيحط الافكار دي في دماغه، هو اللي بيجيب بقى من على النت ويتفحص ويعرف اسعار ومواعيد والحاجات دي. هو عضية اللي بيعمل الحاجات دي كلها من عن طريق التليفون وهو قاعد في البيت. المهم سواء طلعت في دماغه ونفسه يروح يسمع الفيلم الجديد، يبحث عليه على النت، مش عارف يجيبه، طبعا لسه ما نزلش. فهو عايز طالع من اجواء بقى جعفر العمدة والحاجات دي، عايز ايه؟ يكمل بقى جعفر بان هو يتفرج على فيلم هارلي. المهم قال لي لا انا عايز نروح نتفرج. طبعا الدنيا بقى سالكه بالنسبه له وسهله وبسيطه، ان هو معاه فلوس العاديه بتاعته. هو واخوه قال لي لا احنا هنروح وانت مالكيش دعوه بقى، مش انت مش يعني مالكيش حجه ان انت تقولي ايه اه او لا. انت مش انت بتقولي لا عشان ساعات اغلبا الفلوس. فطبعا الفلوس معانا، فانت مالكيش حجه، احنا اتفسحنا وخلصنا، بس احنا معانا فلوس ان احنا تودينا سينما. طيب ماشي. كانت اول مره عايز يجرب بقى دخول سينما وبتاع وكلام من ده. المهم رحنا وسالنا، دخلنا اهوت في قصر الثقافه. السينما هناك برضو حلوه والمكان كويس وامن يعني. المهم دخلنا سالنا في سينما تانية في مكان تاني، بس ما حبيتهاش، في البانوراما. بس طبعا ديت بتبقى يعني كلها ناس بقى كده يعني. المهم احنا كنا سائلين عليها في قصر الثقافه، وبعدين دخلنا حجزنا التذاكر. قالوا لا احنا عايزين نجيب بقى سندوتشات، آه، كفتة وحاجات بقى ايه، حاجة نقعد قدام الفيلم كده نتفرج عليها بقى، واحنا بنتفرج نتسلى. قلت لهم طيب. يعني انا نازله اصلا يعني انا موضوع السينما ده جالي كده بصوا في لحظه كده، في ثانيه الا ثانيه يعني، زي ما بيقولوا. يعني ما خدتش حتى معايا ازازه ميه من البيت، زي ما بطلع باخد ازازه ميه معايا. ما خدت لهمش مثلا، ما عملتش حسابي ان انا اعمل اكل في البيت واخده معايا بره. كل الحاجات دي خدوني على غفله كده. باباهم ماشي خلاص خديهم. كنت في نفس اللحظه دي كنت لابسه كمان، وكنت جايه من بره، وهم جيت لقيتهم مجهزين كل حاجه، يعني خطفوني كده. بس المهم يعني قلت خلاص بقى، ما بدهاش، هم مصممين وباباهم موافق، ما عنديش مشكله. هعترض انا ليه؟ وانا الفلوس مش من فلوسي يعني، خلاص مش هعترض. بدل ما جرحونيش في الماديات ما عنديش مشكله. انما كله على الله حد يجي من الماديات بتاعتي. بس المهم يعني ايه، كان كمان عدي فرحان ان هو خلاص كان اخر يوم ليه في درس الانجليزي، وكان فاضل له يومين بس امتحان العربي والحساب، وخلاص على كده يعني فرحان بقى ان هو ايه خلاص في بدايه الاجازه. قلت له طيب خلاص ما فيش مشكله، ولسه بقى يعتبر في يعني في اسبوع العيد ومعاهم العيديه، فالدنيا يعني متسهله الحمد لله متيسره. قلت له يا سيدي خلاص ماشي ما عنديش مشكله. المهم خدنا بعدنا ورحنا. جابوا السندوتشات بتاعتهم، كل واحد سندوتش كفته، وجابوا شويه حاجات من بتاع اللب والحاجات والسوداني والكلام ده كله. وجينا بقى هنا قعدوا ياخدوا شويه لقطات قدام الفيلم، فرحانين بقى. حتى كانوا بيعملوا هنا كان عدي عايز يعمل المقدمه للفيديو. قال لي انا هعمل لك المقدمه هنا وانتي ايه سجليها يعني. قلت له خلاص تمام. هو هيعمل المقدمة هنا وانا هحطها قدام الفيديو. فجاء المهم قال لي ايه لا خلاص لا ناس معديه وكده، اتكسف. فقلت له لا كمل عادي مفيش مشكله مالكش دعوه بحد. قال لي لا. قعدوا بقى يتفرجوا، وكان في فيلم اسمه مش عارفه ايه، هارلي والحاج احمد. فيلمين كانوا هما فيلمين المعروضين في السينما، هارلي والحاج احمد، مفيش غير هما الاتنين دول اللي موجودين في قصر الثقافه. المهم دخلنا بقى. انا هحكي لكم احداث الفيلم كده سريعا، عشان برضو طبعا ايه. بصوا هو انا حاسه انه فيلم عادي تمام، مش حاجه يعني مش فيلم بقى اللي هو، بس هو اللي رفع الفيلم هو اثر المسلسل. يعني نزلوا مسلسل في رمضان ونزلوا بالفيلم بعد رمضان، فطبعا ده لسه الناس متأثر معاها جعفر، فعايزين يعرفوا احداث الفيلم تاني كده يعني، فالناس كده كده هتدخل تتفرج. بس المهم يعني الفيلم عادي خالص. هو طلع اصلا فيه مهندس ميكانيكا، هو مي عمر تمام، وهو بتاع بنات بقى وسهر وحاجات كده و... وبيس وميس ومش عارفه ايه والحاجات اللي بيعملوها دي تمام. بس هو اتقابل مع مي عمر بقى في حفله يعني، وكانت مخطوبه ضرب خطيبها. المهم هي ارتبطت بقى بيه، حبته هو. بص مش عايزه احكي يعني احداث الفيلم فاهمين. وهي باباها هيطلع حرامي في الاخر، هتكون مثلا هي مدمنه، هيعالجها بقى وبتاع، ويخشوا في قصه حب كده حلوه.
بس هو كل القصة كمان هقول لكم، نسيت عايزة اقول لكم الاساسي بقى. القصة كلها هو بيحكي، هو تقريبا فيلم في اعلان عن الموتوسيكل ده اللي اسمه هارلي الجديد. ما نزلش منه غير 10 قطع مصر. فهو بيحكي عن بيعلن عن الموتوسيكل ده. تمام. يعني مفيش دعاية احسن من ان هي ينزل موتوسيكل زي ده او عربية جديدة او اي حاجة كده يعني، غير انها تنزل في فيلم بتبقى دعاية، ما بتبقاش دعاية مباشرة يعني. يعني احنا لما نشوف مثلا الناس مثلا او الشباب لما تشوف حلو الفيلم ده الموتوسيكل ده كان مع محمد رمضان، فبالتالي بقى الناس دماغها تشتغل وتفكر ايه تجيبه ازاي وتعرف طريقه ازاي والحاجات دي. بس كده. زي الناس يعني ما بتتعلق بأي حاجة تشوفها مع الممثلين او بتحب التقليد يعني. هو القصة كلها في ان هو بيحكي عن الموتوسيكل بتاع هارلي ده. هو معاه واحد وهي قال لها انت جبتيه منين ومش عارفه ايه كده يعني. بس قصه اللهم صل على النبي، قصه الفيلم يعني. بس تحكي عن كده، وبعدين في ضرب وهو هينضرب وهيضرب وفي حته في الاخر كده تشبه لمسلسل جعفر العمدة. هو ليه اب وميك السبب في الفيلم على فكره اخته. طلع اخته في الفيلم. وهي في حته اكشن بقى في الاخر كده حلوه، محمود حميده ومش عارفه ايه وكده. حلو يعني مش وحش برضو. بس هو كل القصة اللي انا فهمتها ان هو بيعلن عن الموتوسيكل علشان الفيلم باسم الموتوسيكل. تمام. بس مي عمر بقى تخليه يعلمها السواقة على الموتوسيكل، وعايزاه يصلحه، تعالى صلح لي الموتوسيكل، هو الموتوسيكل سليم اصلا، كان جيلها جديد كده يعني. بس فيديوهات جديدة بقى. طبعا فيلم هارلي ده مكتسح اليومين دول، وانا الولاد بقى صمموا ان هم يطلعوا يتفسحوا و... وحاجات كده. الولاد قلبهم بيجمد قوي بالفلوس العاديه، خلي بالكم. يعني لما بيبقى معاهم فلوس وكده يطلع يقول لك بقى ايه، مالكيش حجه يا ماما، اهو انا معايا فلوس اهو، تعالي نعد معانا كام. ويقعدوا بقى ده يعد يقول معايا كام وده يقول معايا كام، ويجمعوا فلوسهم مع بعض واتفقوا مع عليا وعملوا خطط وحاجات كده. انا كنت في مشوار بره وهم في البيت الاتنين، جيت لقيت الدنيا بقى ايه، مترتبه. واحد متصل، لا مش متصل، دخل على الصفحة بتاعت قصر الثقافة وسائل التذكرة بقد ايه، وعارف الكراسي بالحجز ولا مش بالحجز، نقعد في القاعة ولا ما نقعدش. في حاجة تانية بقى عايزة اقول لكم بمناسبة القاعة. السينما احنا دخلنا طبعا، الموظف اللي بيدخلنا جوه واحد بالكشاف كده، طبعا هي سلالم وبتاع وكلام من ده. تمام. المهم دخلنا. اول دخلنا، المفروض احنا ما نقعدش في اول كرسي. اول كرسي ده يعني معناتها ان انت قدام الشاشه بالظبط. يعني اول حاجه هتصدع، وعينيك هتوجعك. انا صدعت وعينيا وجعتني، وما بقتش قادره اكمل ان انا نقعد مع الولاد جوه. بقيت نقول لهم انا هنخرج نستناكم بره، بس طبعا في نفس الوقت كنت خايفه اسيبهم واخرج بره. المهم رجعت بقى قلت ايه، يا ريتني كنت قعدت بالولاد ورا يعني، او في النص. ليه ايه اللي خلانا نقعد قدام قدام الشاشه كده على طول يعني. بصراحه مش حلوه برضو قعدتنا قدام الشاشه كده بالظبط. لا صعبه. تعبنا وصدعنا وعينيا وجعتني. لا فعلا الاعتدال حلو. احنا كنا قعدنا وكان في اماكن فاضيه ساعه ما دخلنا، ما كانش لسه طبعا كل الناس دخلت الفيلم، كانت لسه ايه. فالموظف هو اللي دخلنا. حسيت ان دي لعبه منه ان هو يقعدنا قدام، قال لي لا عشان الولاد، تعالي نقعدك قدام عشان الولاد وكده. فدخل بالولاد، انا مش فاهمه وداخله طبعا مش عارفه حاجه. دخلت انا كل خوفي بس ان انا داخله مكان ضلمه وبتاع، مفيش الا الشاشه اللي شغاله. المهم قلت لا، انا يعني لو اتكررت التجربه تاني طبعا استحاله ان انا نقعد قدام شاشه كبيره كده، والاضاءه الدنيا ضلمه، والاضاءه طبعا صدعت. فقلت لا طبعا. كان ايه اللي خلاني ان انا اجرب التجربه واقعد قدام؟ طب ما انا كنت اقعد ورا وبرضه هتبقى نفس الرؤيه هنبقى قاعده كمان، هي نفس الترابيزه نفس الكرسي يعني وكلام من ده، بس هبقى قاعده ورا مش هتعب كده. انا حاسه ان انا ما كنتش هتعب كده يعني. فلو اتكررت التجربه تاني ان شاء الله يعني، فاكيد يعني ان شاء الله مش هتتكرر معايا تاني، لان انا ما حبيتش الجو يعني. بس وقعدوا بقى الولاد ياكلوا وقعدوا يتسلوا، قعدوا كانوا جايبين ميه بقى وبتاع وكده، وقعدوا قدام الفيلم بقى وفرحانين. بس يعني كان في كام لقطه كده فيهم ضحك بقى يعني هدوء هدوء هدوء، وفجاه تلاقي كل القاعه بتضحك. انا كنتش بضحك على الفيلم، كنت بضحك على الناس كلها اللي ورايا، مش شايفه حد، بس كنت بضحك على ضحك الناس يعني. والولاد بقى ده يجي من الكرسي ده يقعد على الكرسي ده ومش عارفه ايه. بصراحه التعامل مع الولد متعب جدا.
بس كان هنا بقى ده يومنا، وكان ده الفيديو بتاعنا، ورب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ما تنسوش لو وصلتوا لحد هنا تحطوا لايك وسبسكرايب للقناه.